وصل ذلك الرحل إلى الشام في مثل هذه الأيام، ووقفوا عند باب الساعات. وفي هذه اللحظة دخل سهل بن سعد الساعدي إلى الشام، ورأى أهلها في فرح ومرح، فأصابه العجب. هيا ما هذا الذي يحدث؟ سبحان الله، ما لهؤلاء الناس يمرحون ويضحكون؟ ما الذي يجري؟ ما الذي يحصل اليوم في الشام؟ هل لأهل الشام عيدا لا نعرفه؟ يا للعجب. فاقترب سهل من الرحل وأخذ يتصفح بوجوه السبايا. فاقترب سهل من الرحل وإذا بطفلة صغيرة للإمام الحسين تجلس باكية أمامه. ما بك يا بنيتي؟ أنا سكينة بنت الحسين يا شيخ. من؟ أنا سكينة بنت الحسين. أنت سكينة بنت الحسين؟ نعم يا شيخ. أنا سكينة بنت الحسين ابن علي ابن فاطمة. ماذا؟ أنتم عيال الحسين؟ ما الذي يجري؟ ما هذا الذي أراه؟ ومصيبته. أنتم عيال الحسين؟ أنتم عيال الحسين ابن فاطمة؟ وويلتاه، ماذا أرى؟ ماذا أرى أمامي؟ ماذا أرى يا رسول الله؟ هذه بناتك أسارى. أسارى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. يا بنيتي، أنا خادمكم، أنا خادمكم سهل بن سعد الساعدي، ممن رأى جدك رسول الله وسمع حديثه، فهل لك إلي حاجة أخضية؟ يا شيخ بالله عليك قل لعامل الرأس أن يتقدم على الأمر، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. لا حول ولا قوة إلا بالله.
وحسينا وحبيب رسول الله. اليوم انطبقت السماء على الأرض. لك ما تريدين يا ابنة رسول الله، لك ما تريدين يا عزيزتي. ثم يقترب سهل بن سعد الساعدي من حامل الرأس. يا رجل، هل لي إليك حاجة؟ وما هي حاجتك؟ تأخذ مني كيس الدنانير هذا على أن تقدم الرأس أمام الحرم، فماذا تقول يا رجل؟ حسنا حسنا، لك ما تريد، ناولني الكيس. خذ أيها الرجل. باب الشام خويا وقفونا وقفونا، باب الشام خويا وقفونا، ساعات 4 ولا قعدونا. خويا باب الشام باب الشام باب الشام خويا وقفونا وقفونا، والله وقفونا ساعات 4 ولا يقعدونا. خويا حكي ما ينحجز قسم معانا. خويا وشقال واشكال الشتايم شدمونا. خويا كل ساعة بأمر خويا يجونا وبدق الطبول استقبلونا. وفي هذه الأثناء أقبل شيخ كبير واقترب من الإمام السجاد عند باب الساعات. اقترب ذلك الشامي من الإمام السجاد سلام الله عليه، وأخذ ينظر بحقد وكراهية إلى الإمام قائلا له: الحمد لله الذي أهلككم وأمكن الأمير منكم. يا شيخ، أقرأت القرآن؟ بلى أقرأ القرآن. يا شيخ، أقرأت هذه الآية؟ وما هي؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعم قرأت. نحن القربى يا شيخ. وهل قرأت قوله تعالى: إنما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى؟ بلى قرأتها. يا شيخ، نحن القربى، نحن والله هم القربى في هذه الآيات يا شيخ. وهل قرأت قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ بلى والله
قرأت هذه الآية. نحن والله أهل البيت الذين خصهم الله بالتطهير. بالله عليك أنتم هم؟ إي وحق جدنا رسول الله ويلتاه. إنا لنحن هم من غير شك ولا ريب. ما هذا الكلام نحن الذي هم. أسمعه؟ أبرأ إلى الله ممن قتلكم وانتهك حرمتكم. هل لي من توبة بين يديك يا ابن رسول الله؟ نعم، إن تبت تاب الله عليك وأنت معنا. إذن أعاهدك أمام الله ومحمدا رسول الله إني تائب، إني تائب. لعنك الله يا يزيد، أتقتل ابن بنت رسول الله. فسمع الحرس صوت ذلك الرجل وهو يلعن يزيد، فوثبوا إليه وأخذوه إلى خارج القصر يلعنه وضربوا عنقه. تعال يا رجل، تلعن الأمير. هيا خذوه، خذوه واضربوا عنقه. هيا. لعنة الله عليك يا يزيد، أتقتل ابن بنت رسول الله. وفي هذه الحال قام يزيد لعنة الله عليه وهو ينظر إلى ذلك الرحل المقدس متشفيا وأخيرا يا حسين، وأخيرا أنت وعيالك بين يدي. أيها الحرس. نعم يا مولاي. أين رأس الحسين؟ إنه في الأمانات يا مولاي. ائتوني به، ائتوني برأس الحسين. فجيء بالرأس الشريف موضوع في طشت من الذهب ووضعوه أمام الطاغية يزيد. مولاي الأمير، هذا هو رأس الحسين بن علي. لا أصدق، لا أصدق عيني. أنت الحسين؟ هذا ليس رأس الحسين. إنني أعرف ملامح وجهه. لا 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 لا، إنه هو رأس الحسين كما أخبروني. حسين، وأخير رأسك بين يدي. حمدا لله، حمدا لله في هذه الليلة السعيدة. ورأس حسينكم أمامي بلا حراك.
انتظرت هذه اللحظة طويلا يا حسين. أنا يزيد بن معاوية يا حسين. أتخرج عن طاعتي؟ هذا هو مصيرك يا حسين. فيقوم لعنة الله عليه متشفيا بالرأس الشريف، فيضرب بمخصرته ذلك الرأس متشفيا. آتوني به، ضعوه أمامي لكي أشفي غليلي. فكان هناك سفيرا للروم وهو رسولهم، ذلك النصراني كان جالسا فنهض مرعوبا لما يراه أمام أعينه، قائلا إلى يزيد: يا ملك العرب، رأس من هذا الذي بين يديك؟ ما لك ولهذا الرأس يا نصراني؟ اسمع يا يزيد، إني إذا رجعت إلى ملكنا يسألني عن كل شيء رأيته، فأحببت أن أخبره بقصة هذا الرجل وأصحابه. قتلك الله أيها النصراني اللعين. هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب يا نصراني. هو ابن بنت نبيكم يا يزيد؟ بلى نعم، هو ابن فاطمة بنت محمد النبي. أف لك ولدينك، لدين أحسن من دينك. إن أبي من أحفاد داود، وبيني وبينه آباء كثيرة، والنصارى يعظموني ويأخذون من تراب أقدامي تبركا بي، لأني من أحفاد داود. وأنتم تقتلون ابن بنت نبيكم، وليس بينه وبين نبيكم إلا أمة واحدة، فأي دين دينكم؟ اسمع يا يزيد، إن لدينا أثرا لحافر حمار عيسى، فجعلنا له كنيسة مقدسة نحن نحج إليه في كل عام من كل حدب وصوب، وأنت تضع رأس ابن بنت نبيكم بين يديك تضربه بمخصرتك، فتبا لك وسحقا لك ولا بارك الله فيك يا يزيد. تبا لك أنت أيها النصراني، تبا لك ولدينك. ما هكذا تخاطب أمير العرب والمسلمين أيها النصراني. أيها الحرس، نعم يا مولاي، خذوه واضربوا عنقه. اسمع يا يزيد، والله قبل أن تقطعوا رأسي أتريد أن تقتلني؟ فوالله لقد رأيت ليلة البارحة في منامي نبيكم، وقد قال لي: أنت يا نصراني عندنا غدا في الجنة. فتعجبت من كلامه، وأنا الآن عرفت مقصده. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليك أيها الرأس الشريف، السلام عليك أيها الرأس المقدس، السلام عليك أبا عبد الله. فأخذوا النصراني وضربوا عنقه. هيا قم أيها النصراني، قم، لعنة الله عليك.
وهنا وقف يزيد عليه لعائن الله أمام ذلك الرحل فرحا بهذا المنظر الذي أغضب ملائكة السماوات والأرض وسخط الله ورسوله. فأخذ ينشد أبياتا متشفيا بآل الله وهو فرح ومسرور. لما بدت تلك الحمول وأشرقت، لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني، نعب الغراب فقل صح أو لا تصح، فلقد أخذت من الغريم ديوني. أمية وهنا اقترب الإمام السجاد سلام الله عليه من الطاغية يزيد قائلا له: أنشدك بالله يا يزيد، أنشدك بالله يا يزيد، ما ظنك برسول الله لو رآنا على هذا الحال؟ وهنا أخذ يزيد لعنة الله عليه مرة أخرى ينكث بثنايا الرأس الشريف، فاقترب رجل شامي من يزيد قائلا له: يا أمير، يا مولاي الأمير، هبني تلك الجارية. فقالت فاطمة سلام الله عليها: عمته يا زينب، أو يتم واستخدموا يا عماه، ولا كرامة لهذا الفاسق. كذب والله، أو مت ما ذلك لك ولا. كذبتي يا عدوة الله، كذبتي، إن ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعلت. كلا والله، ما جعل الله لك ذلك إلا أن تخرج عن ملتنا أو تدين بغير ديننا. زينب يا ابنة علي، إياي تستقبلين بهذا؟ إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. بدين الله ودين أخيه اهتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما. كذبتي يا عدوة الله، كذبتي والله يا زينب. عدوة الله، أنت أمير تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. فاقترب الشامي مرة أخرى من يزيد قائلا له: يا مولاي، هبني تلك الجارية يا أمير. اغرب عن وجهي، وهب الله لك عطفا قاضيا أيها الرجل الخرف. يا أمير، من هذه الجارية؟ هذه فاطمة بنت الحسين، وتلك زينب بنت علي. ماذا؟ فاطمة بنت الحسين بن علي ابن أبي طالب؟ لعنك الله يا يزيد، أتقتل ابن بنت رسول الله وتسبي ذريته؟ لعنك الله يا يزيد، لعنك الله يا يزيد.
والله ما توهمت أنهم من سبايا الروم. والله لألحقنك بهم أيها الرجل الخرف. أيها لعنك الله يا يزيد. خذوه واضربوا عنقه. لعنك الله يا يزيد. وهنا وقف مرة أخرى يزيد اللعين على رأس الإمام الحسين متشفيا بعد أن امتلأ قلبه حقدا وكرها لآل الله، فأخذ ينشد أبياتا وهو يقف أمام الرأس الشريف. ليت أشياخي ببدر شهدوا، وقع الخزرج من وقع العسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدناه ببدر فاعتدل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل أمية. وهنا وقف يزيد لعنة الله عليه يتفحص بتلك الرؤوس الشريفة المرفوعة على رؤوس الرماح، متشفيا بها. رأس من هذا؟ إنه حبيب بن مظاهر يا مولاي. حبيب. وهذا الرأس لمن؟ إنه رأس لرجل نصراني التحق مع الحسين في كربلاء يا مولاي. نصراني إذن يقاتل مع الحسين. وهذا الرأس على ذلك الرمح الطويل. يا مولاي، إنه كان قائد ميمنة جيش الإمام الحسين، يدعى زهير بن القين. زهير. زهير. وتلك الرؤوس هل هي لأبناء الحسين؟ نعم يا مولاي، نعم. لكني أفتقد بعض الرؤوس. من تقصد يا مولاي؟ ما ذلك